يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا. ناجتس الفراخ في البيت بطعم مميز خطير، احلى من الجاهز بكتير. ويا سلام لو جنبه طاسه بطاطس مع طبق صغير فيه صوص كاتشب على مايونيز، هيودي الوجبه في حته تانية خالص من الكوكب. وانا داليا، لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. تابعي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي التركايه اللي تخلي عجينه الناجتس متماسكه. يبقى سهل جدا بالقطاعة ان انت تديها اشكال جميلة جدا ولادك هيحبوها، وفي نفس الوقت متماسكة. اول ما تنزل الزيت هتتماسك معاكي، ما تفكش منك خالص. ويلا بينا نجهز الناجتس مع بعض. معايا 2 كيلو من صدور الفراخ، بنزل بيهم في مية، هشطفهم بس مش هنقعهم. اهم حاجة في الموضوع انسجة الفراخ ما يوصلهاش اي مية خالص، انا عايزاها ناشفة تماما. فوانا بغسلها هتجنب ان هي تقعد في المية فترة طويلة، وعلى طول بطلعها واصفيها من ميتها. وعشان انضف صدور الفراخ كويس واشيل اي ريحة زفارة فيها، بجهز طبق غويط وانزل فيه بكوباية من الدقيق، وفوق الدقيق بنزل بعصير ليمونة مغسولة بقطعها نصين، وانزل بعصير الليمون فوق الدقيق. ولاني بكون غسله الليمونه كويس، فساعات كمان برمي قشر الليمونه جوه الدقيق، وبنزل عليها بنص معلقه كبيره من الملح الابيض، واقلب كله مع بعضه كويس جدا. وانزل بصدور الفراخ وابدرها كويس جدا بالدقيق والليمون والملح، اتاكد ان هو وصل لكل جزئيه في الفراخ. بعد ما بخلص الكميه كلها بسيبها في الوضع ده كده مش اقل من نص ساعه. وبعد نص ساعة هشطف صدور الفراخ كويس جدا، هغير لها المية أكتر من مرة وادعكها بإيدي، لأن الدقيق طبعا عامل زي عجينة متماسكة فوق صدور الفراخ، فأنا لازم أطلع كل الدقيق اللي موجود ده وأخلي الفراخ زي القشطة. المية بتاعتها تبقى شفافة، ما فيهاش أي أثر لا دقيق ولا ملح ولا ليمون. الخطوة دي محتاجة منك شوية صبر وشوية مجهود عشان صدور الفراخ تنضف وتبقى زي الفل، في نفس الوقت ما تتنقعش في مية خالص عشان ما نوصلش أي مية للأنسجة بتاعتها. عايزينها ناشفة خالص، ده بيساعدنا في تماسك قطع الناجتس وإن هي ما تفكش مننا أثناء التحمير. ولأني ناجتس الفراخ وجبة أساسها البروتين، هبدأ إني أقلل من أي مكونات تانية أضيفها للفراخ. هحتاج عدد 2 بطاطساية متوسطة الحجم ل2 كيلو صدور فراخ، بمعدل بطاطساية واحدة لكل كيلو صدور فراخ، عشان يبقى الأساس هنا نسبة البروتين أعلى من أي حاجة تانية. بقطع البطاطساية مكعبات، وعندي حلة فيها مية مغلية، بنزل بنص معلقة صغيرة من الملح الأبيض، وانزل بمكعبات البطاطس واسيبها تتسلق مش أكتر من 7 دقايق بس. أنا عايزة البطاطس بتقرش ما فيهاش مية كتير. بعد 7 دقايق هنزل بالبطاطس في مصفى، وانزل عليها بميه جاريه عشان اوقف عمليه التسويه. في الوقت ده بكون حاطه صدور الفراخ في مصفى عشان تصفي كل الميه الزياده اللي فيها. ومش كده وبس، ده انا هجيب طبق كبير وابدا اني احط قطعه من صدور الفراخ وانشفها كويس بمناديل مطبخ، واضغط عليها كويس جدا عشان تنزل كل الميه اللي داخل الانسجه. وفي نفس الوقت برضو من وقت للتاني هبدا اني انشف الطبق نفسه، لانه بينزل عليه ميه من صدور الفراخ. شايفين انا بنشفها قطعه، وانا بنشفها كمان بضغط عليها كويس، وبتأكد ان كل قطعة من صدور الفراخ ناشفة تماما ما فيهاش اي مية. ببدأ اني اقطعها في صورة مكعبات واحطها في طبق نظيف، وبجهز كل كمية صدور الفراخ بنفس الطريقة. انشف كل قطعة واقطعها في صورة مكعبات لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. وفي الكيتشن ماشين بنزل بالبطاطس المسلوقة وانعمها كويس جدا. وبالنسبة لصدور الفراخ المتقطعة مكعبات بحطها في الكيتشن على 3 مرات، كل مرة كمية مناسبة ان سلاح الكيتشن يفرمها كويس جدا ويفرمها ناعم. وفي طبق كبير هنزل بالبطاطس والفراخ مفرومين ناعم جدا، وهبدأ أنزل عليهم بمعلقتين كبار من البقسماط الناعم، معلقة كبيرة من لبن البودرة، معلقة صغيرة ملح أبيض ناعم، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مليانة من بهارات الفراخ، نص معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر.
نص معلقة صغيرة كزبرة ناعمة وربع معلقة صغيرة من الكمون الناعم. والبقسماط بيزيد من تماسك العجينة، فأقدر أشكلها بكل سهولة وأبدأ أعجن بقى كل المكونات دي مع بعض، الفراخ مع البطاطس مع التوابل مع اللبن البودرة مع البقسماط، كله مع بعضه أعجن كويس جدا عشان ما يبقاش فيه جزئية فيها نكهات كتير، جزئية تانية عادمة خالص ما فيهاش أي نكهة. والخطوة دي تستمر لحد ما أتأكد إن كله اختلط مع كله والعجينة بقت كلها نكهة واحدة. هجيب صاج يكون بيخش الفريزر، هفرد عليه كيس سندوتشات اللي هو الأكياس البلاستيك الشفافة وبضره بالدقيق، هنزل عليه بالعجينة واحط ايدي في كيس من أكياس السندوتشات وابدأ اني اضغط على العجينة كأني ايدي دي نشابة، هبدأ افرد العجينة لحد ما اخليها كلها سمك واحد. بفرد العجينة كلها في الصاج بسمك واحد من 1.5 ل2 سنتي عشان تبقى سميكة شوية، الولاد لما ياكلوها يحسوا بطعم الفراخ فيها. بعد ما بخلص فرد العجينة كلها في الصاج ببدأ اني افرد كيس شفاف فوقيها، اغطي سطح العجينة من فوق وادخلها الفريزر مش اقل من 2 ساعتين عشان تتسمغ وتتماسك، اقدر اني انا اشكلها بمنتهى السهولة. وبعد 2 ساعتين في الفريزر العجينة بتبقى متماسكة، بشيل الكيس من عليها وابدأ اجهز القطاعات بتاعتي. ببدرها بالدقيق الاول عشان لما احط فيها عجينة الناجتس اطلع منها العجينة بمنتهى السهولة. شكلي بقى زي ما انت عايزة، وردة او قطعها على شكل قلب او دايرة. ولو خطوة التشكيل هتاخد منك وقت شوية وانت مش فاضية، ممكن تقطعيها في صورة صوابع تبقى مستطيلة، سهل جدا وسريعة وتخلص منك في ثانية. وبعد ما بخلص تشكيل كل كمية الناجتس اللي عندي برصها في صاج وادخلها الفريزر تتماسك مش اقل من 3-4 ساعات. لازم قطع الناجتس تكون متماسكة جدا عشان اقدر اني احطها في البيض والبقسماط ما تسحش مني خالص. في بولة نظيفة بنزل بعدد 2 بيضة وبنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح الابيض ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود عشان يغطي على ريحة زفارة البيض، وبضيف لهم نص كوباية من اللبن وبقلبهم كويس جدا عشان الملح والفلفل الاسود يدوبوا واللبن يمتزج مع البيض. طبق تاني بحط فيه بقسماط ناعم، وما بطلعش صاج الناجتس كله مرة واحدة اشتغل بيه لان حرارة الجو بتخلي الناجتس يسيح مني والتعامل معاه في البيض والبقسماط بيبقى صعب جدا. بطلع 10 قطع 10 قطع، وكمان لما بطلعهم بشتغل فيهم بسرعة جدا لان هي في ثواني بتبدأ تسيح مني وتفقد شكلها. بحطها في البيض وصفي البيض الزيادة منها وبعدين احطها في البقسماط، وبايديا ببدأ اني ارش عليها البقسماط كويس جدا واضغط عليها بالراحة خالص لحد ما اتأكد ان البقسماط مسك في قطعة الناجتس. وهنا ببدأ اني اعيد تشكيلها، ادي للوردة شكلها الطبيعي عشان تفضل محتفظة بشكلها وجمالها. بعمل الحركة دي واروح واخدة 10 قطع تانيين وابدأ اشتغل فيهم. وهنا زيت غزير على نار متوسطة، ببدأ انزل بقطع الناجتس والزيت سخن، وبعدين قبل ما اقلب الناجتس على الناحية التانية اوطي النار خالص عشان ادي فرصة لقطعة الناجتس ان هي تستوي من جوه ويبقى طعمها مستوي وجميل. هتبقى وجبة ولا اروع، ولادك هيتمسكوا بيها جدا وهيتبسطوا منها قوي وهيطلبوها منك باستمرار. عشان كده لما تعملي ناجتس اعملي كمية تكفيكي طول الشهر. بعد ما بتحطيه فوق في البيض والبقسماط بتقسميه في اطباق، كل طبق على قد وجبة وتحطيه في الفريزر. لما بتطلعيه بتحمريه بزيت سخن، واما تيجي تقلبيه على الوش التاني بتوطي النار عشان يستوي من جوه. ناجتس صحي بدون اي مواد حافظة وكله توابل طبيعية متماسك مش هيفك منك في الزيت. جربيه هيعجبك ويعجب ولادك جدا. الف هنا وشفا.